واش قلتها لكم البارح ولا ما قلتهاش لكم؟ قلت لكم بان وليد الركراكي ما بقاش مدرب ديال المنتخب المغربي، وما تيقتونيش. البارح حطيت لكم فيديو قبل ما يقولوها، وهي ان وليد الركراكي غادي يغادر المنتخب المغربي، ووهبي هو اللي غادي يولي مدرب ديال المنتخب المغربي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه بغيت نشكر جميع المغاربه اللي تابونوا في القناه ديالي، شكرا لكم، لان كنوجدوا ان شاء الله لكاس العالم 2026. كنتمنى منكم الدعم، اشتراك في القناه، لايك الفيديو، وشكرا لكم على الدعم. البارح حطيت الفيديو قبل ما يقولوا بان وليد الكراكي ما غاديش يبقى مدرب المنتخب المغربي، ولكن بعض الناس ما تيقونيش، تيسحبوا غير تنحطوا الاخبار هكاك. الاخبار بانه انا كان عندي غلط، كان تيسحب لي واش مدرب اجنبي هو اللي غادي يشد مدرب المنتخب المغربي، ولكن هذا الصباح هذا تفاجئت بان مدرب المنتخب المغربي هو وهبي، اللي دا كاس العالم اقل من 20 سنه، يعني توج بكاس العالم. ودابا حاليا الشعب المغربي كامل كان كيتسنى طريق السكيتي هو اللي غادي يكون مدرب المنتخب المغربي، ولكن وهبي هو اللي شد المنتخب المغربي. يعني رسميا وليد الركراكي ما بقاش مدرب ديال المنتخب المغربي. دابا غادي نشوفوا وهبي، وغادي نشوفوا مع الفريق الصغير، لانه وهبي غادي يدي الدراري الصغار لكاس العالم 2026. ممكن بانه نقدر نشوفوا اللعابه، يعني بعض اللعابه منتخب مغربي. وغادي نقول لكم بان رسميا، وعقلوا على هذا الفيديو عاوتاني، وغادي تكذبوني، غتفرجوا في هذا الفيديو وعقلوا عليه، بان حكيم زياش غادي يرجع للمنتخب المغربي، لانه السيد رجع بواحد. البارح تفرجوا في الماتش ديال الجيش الملكي والوداد، السيد دار بو ماتش، يعني كيستحق انه يكون في المنتخب المغربي، وعنده في رجله يعني اللاعب اللي تيعطي واحد الحاجه. حكيم زياش ما غاديش نقولوا بانه رجع الفورمه ديالو 100%، ولكن السيد كيبين بانه قدر انه يحط بلاصتو في المنتخب المغربي، وكيبقى لاعب كتشوفوا بانه هو اللي كيدخل في اي حاجه في الوداد، لانه لاعب مهم بالنسبه للوداد. وان شاء الله بانه حكيم زياش غادي يرجع للمنتخب المغربي، وغادي يولي لاعب رسمي في المنتخب المغربي، لانه كاينه بلاصتو. وما عندناش في المغرب، ما كاينش شي واحد اللي تيقدر انه يضرب الكره ولا الفوطاج. حاليا كنشوف في كاس افريقيا بانه حنا ما عندناش اللاعب اللي كيقدر انه يضرب فوطاج في المنتخب المغربي، ولكن حكيم زياش عنده التخصص هذا، وكنتمنى ان شاء الله انه يعطي اضافه للمنتخب المغربي. وكنقول لكم بان اي اخبار ان شاء الله غادي نبقاو نحطوا في هذه القناه هذه، غادي يعني ما غاديش نوضوا نحطوا هكاك، كيكونوا بعض المعلومات عندنا، كنقراو بعض الجرائد، يعني كنقلبوا داكشي باش كنحطوا لكم الاخبار الجديده. وكنتمنى من جميع المغاربه الدعم ديالكم بالاشتراك في القناه، لايك الفيديو، باش يبقى يوصلكم جميع اي حاجه حطيناها جديده. وشكرا لكم بزاف، باغي نشكركم على 1000 ابوني اللي وصلتونا ليه. شكرا لكم 3 شهور وصلتونا ل 1000 ابوني، شي حاجه اللي بالنسبه لينا حنا زوينه وعجبتنا. شكرا لكم للدعم. ان شاء الله غدا غادي نحط لكم فيديو جديد عاوتاني على الاعلام الجزائري، وداكشي اللي قالوا على المدرب المنتخب المغربي. كنتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك، لايك الفيديو. سلام عليكم.